جيبي لي هذوك الربع حبيبات بطاطا اللي عندك، حبيبه بصل، 3 حبات فرماج، ونروح نحضروا آلف طبق في الكوكوط. 10 دقائق يكون واجد، صدقوني بزاف بنين ويجي مشمخ، ما يجيش كامل ناشف. السلام عليكم، معكم اياد القلميه، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى تسليم. وصفة اليوم راح تكون سلكت الحاصلين سورتو للعاملات. 10 دقائق تحضروها في لاكوكوط، يجي مشمخ بزاف بنين هذا الطبق. غير بطاطا، حبة بصل وفرماج، هذا مكان. وشوفوا كيف يجي مشمخ بزاف بنين مع كسرة خسيس. الله الله واش نحكي لكم. ما تنساوليش الجام، الله يرضى عليكم، خليو الجام، ما راكم خاسرين والو. هكا باش يوصلكم كامل وصفاتي بلا ما نطول عليكم، نروحوا نتعرفوا على الوصفة كما راكم تشوفوا. هنا عندي 4 حبيبات بطاطا، حبيبه تاع بصل، 3 حبات فرماج. هذا مكان، واذا عدتوا في عيله كبيره ديروا حتى 6 حبات، يعني ديروا حسب عدد الافراد العيله تاعكم. عندي حبيبه تاع بصل، والفرماج ديروا الكميه اللي عندكم. انا كانوا متوفرين عندي 3 حبيبات، قشرت كامل هذيك البطاطا. بعد ما قشرت البطاطا والبصل، كنت قشرته وغسلت البطاطا تاعي، وراح نقصها على شكل دوائر، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش ثاني خشام بزاف، تكون يعني الحبه متوسطه ولا الدائره متوسطه. اذا خشنتوهم بزاف مش راح يطيبوا لكم مليح، واذا رققتوهم راح يطيحوا في لاكوكوط. هاي ليكم، راني نعت لكم هنايا كيفاه السمك تاع الدائره تاع البطاطا كي نقصوها. كيما راكم تشوفوا راح نكمل نقص كامل البطاطا ونرجع لكم. هاي ليكم هنايا بعد ما قصيت البطاطا تاعي كيما راكم تشوفوا، راح نجيب هذاك الحبه تاع بصل المهم، راح نقصها على شكل دوائر كيما شفتوا. هاد الوصفه يعني على بالي كاين اللي يعرفها، وصفه زمان، وصفه البطاطا والحليب في لاكوكوط. صدقوني يا البنات تجي بزاف بنينه، انا من زمان كنت نحضرها. وتفكرتها قلت لي ما لا يعني ندير لكم ولا نصور لكم هذه الوصفه اللي راهي حايره في غداها ولا عشاها تدي فكره. هنايا كيما شفتوا بعد ما قصيت البصل تاعي، جبت لا كوكوط، تكون اي كوكوط تكون عندكم، درت فيها 3 ملاعق تاع زيت، ملعقه تاع مارغرين. ذبت هذيك المارغرين وسخون الزيت مليح، راح نضيف لها هذوك الشرائح تاع البصل ولا دوائر تاع البصل اللي كنت قصيتهم بهذا الشكل، ونحطهم كامل كطبقه اولى كيما شفتوا. بعد ما ستفت البصل تاعي راح نملح البطاطا وراح نحطها فوق البصل. صدقوني يا البنات ديروها بهذه الطريقه راح تتحصلوا على واحد البنه روعه روعه، يجي بزاف منين هذا الطبق. يعني صراحه هما كاين يديروا بلا بصل، انا حبيت ندير الحبيبه تاع بصل هكا باش تزيد لي هذيك البنه الرائعه. حطيت البصل بعد ما ملحته فوق عفوا البطاطا بعد ما ملحتها. توابل هنايا عندي ثوم بودر اللي راح يزيد لي واحد البنه روعه. انا استعملت توابل عنتر سلطان العقاقر، ما عندهاش تقدروا ترابيو ستينه تاع ثوم، لكن صدقوني بثوم بودره احسن. عندي هنايا قليل من الكركم كما شفتوا، وعندي كذلك الفلفل الاسود ما تكثروش. والتابل الاساسي في هذه الوصفه اللي هما توابل الدجاج، بما ان الوصفه ما فيها والو دجاج للحم. هاد التوابل راح يزيدوا لي واحد البنه رائعه، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليهم. واللي عندها جامبو الدجاج دير كميه ولا مكعب من جامبو الدجاج. عندي هنايا الفرماج، ديروا الكميه اللي عندكم. شوفوا هنا حبيباتي، قبل ما تضيفوا الفرماج خلطوا الساعه هذيك البطاطا مع التوابل مليح، من بعد ضيفوا الفرماج. انا كنت نسيت ما خلطهمش، كي ضفت الفرماج يعني كان تخبى كامل لتحت. نتوما ضيفوا عفوا خلطوا البطاطا، حركوا هكا لاكوكوط شويه باش يدخلوا هذوك التوابل تحت. وهنا عندي كاس تحليب، بعد ما ضفت 3 حبات فرماج، كانوا عندي غير هذوك. من الاحسن يعني كل ما تكثروا الفرماج راح تجيكم بنينه، ديروا حتى 5 حبات. وكما شفتوا حبيباتي مرقت بكاس تحليب، يعني هذه الوصفه الاصليه تتمرق بكاس تحليب. كاين بزاف يمرقوها بكاس تاع ما، ولا يضيفوا شويه جامبو لهذاك الماء، ولا يديروا مرق الدجاج. انا درت كاس تحليب، غلقت على لاكوكوط تاعي كما شفتوا. وكي تبدا تصفر لا كوكوط نحسب لها 10 دقائق، يعني نريق المينيتري تاعي 10 دقائق راح تكون الوصفه ولا طبق تاعنا واجد. هاي ليكم هنايا الوصفه تاعنا راهي واجده. شوفوا كيفاه يجي مشمخ هذا الطبق، ما يجيش كامل ناشف. هاي ليكم بزاف بنينه، والريحه واش نحكي لكم يا البنات، والله العظيم طبق سهل بزاف وبنين بنين، يعني عجب كامل العائله سورتو وليداتي. هنايا رشه تاع فرماج من فوق، انا استعملت نابولي، عاودت غلقت عليها من با هكا ثواني برك ذاب هذاك الفرماج. وهاوليكم الطبق تاعنا راهو واجد، راح نحطه معاكم في صحن تقديم. قلت لكم ما يجيش كامل ناشف يا البنات، يجي مشمخ في واحد الصلصه بزاف بنين مفرمج. وصفه تاع ليه سلكت الحاصلين سورتو درك مع راهي سخانه وداخل الصيف. هذو هما الوصفات اللي سلكونا والسهلين والاقتصاديين، والاهم ما فيهمش اللحوم.
هنايا راح نديروا لها رشه تاع معدنوس من الفوق. شوفوا الصلصه اللي انطلقت منها يعني ما يجيش كامل، قلت لكم ناشف. هذا الطبق رشه تاع معدنوس، والطبق تاعنا راهو جاهز كما راكم تشوفوا مع تغماس. واش نحكي لكم، بطاطا تجي طايبه الزبده يا البنات، قلت لكم ما تخشنوهاش بزاف هكا باش ما تطولكمش في الطياب، وثاني ما ترقوهاش بزاف، اذا رققتوها راح تطيح لكم كامل. قلت لكم راح اطيح لكم كامل في لاكوكوت. فوالا حبيباتي، هذه هي وصفتنا اللي كانت نهار اليوم، وصفه سهله اقتصاديه وسريعه، والاهم بدون دجاج بدون لحوم. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى حبيباتي اذا عجبتكم ما تبخلونيش بالجيم فضلا وليس امرا، خليو جيم، ما راكم خاسرين والو. خليو رايكم في التعليقات هكا باش يوصلكم كامل وصفاتي تاع الصحه. راكم مفرحيني في التعليقات وراني نقرا كامل تعليقاتكم. كل اخت طيبه خلات لي تعليق نقول لك ربي يعطيك واش راكي متمنيه حبيبتي، وربي يحقق لك واش في بالك. ما عليا غير نقول لكم تبقاو على خير، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.